بتنام بتفيق بتلاقي الهجري لاعب بالاعدادات ومغير تسميات بسوريا، مغير اسم جبل العرب او جبل حوران لجبل الباشان. للي ما بيعرف شو يعني جبل الباشان وللي ما بيعرف شو خطورة الموضوع، جبل الباشان هو تسمية توراتية أو عبرية قديمة، مو قديمة كتير، استخدموها المستشرقين بالقرن ال19 للدلالة على المناطق اللي بتوقع شمال شرق فلسطين. فالهجري عم يحاول انه يستعطف الاسرائيليين بانه تعالوا ليكوا في هاي المنطقه بجوز بتخصكم، بجوز لها علاقه فيكم، ترى ليكوا ها بحثنا ولقينا يبدو انه المستشار الاعلامي تبع اللغه الانجليزيه قايل له ما لك غير جبل الباشان، ترى بدنا ندور على اصل تاريخي، بدنا ندور على سبب نخون من شانه، بدنا نحاول انه رفعنا العالم الاسرائيلي ما حدا عبرنا، ما حدا انتبه، رفعناه ثاني مره كمان ما حدا انتبه، ما لنا غير انه نعزف على الوتر التاريخي بانه لازم نلاقي طريقه، فلقوا انه نغير الاسم، اسم منطقه بسوريا لجبل الباشان. عمالي ما بتتخيلها، خياني ما بتتخيلها، هيك حظنا مع العملاء والخونة انه بيستنزفوا كل طاقتهم بالخيانه، بيحاولوا يبحثوا عن كل طرق الخيانه، بيرفعوا العلم الاسرائيلي ما حدا بيعبرهم، بيناشدوا اسرائيل بالمظاهرات ما حدا بيعبرهم، بيقولوا انه ما لنا غير نغير التاريخ ونغير، نحاول انه ندور على تسميه تاريخيه. ترى السوريين عبر التاريخ من زمان لهلا ما حدا استخدم هي التسميه العبريه التوراتيه غيرهم، غير الهجري، وهذا راح يتسجل بقوائم الخيانه للهجري بانه ما حدا غيره استخدم هاي العباره. انا يعني بصراحه ما بقى استغرب من شيء، ومليت كثر ما وجهت رسائل، بس بدي احكي لكم عن نقطه ما من باب الاستغراب، من باب التعرية لمثقفي الغفلة. مثقفي الغفلة اللي مفوكسين على أي نقطة أو أي حدث بيصير بسوريا بيحاولوا يسلطوا الضوء عليه ويحللوا ويشيروا ويحطوا، ما بيجيبوا سيرة هيك موضوع، مع أنه في خيانة بالموضوع، في تغيير لجغرافيا سوريا، في دعوة صريحة للانفصال تحت مسمى ديني توراتي عبري. ما بيجيبوا سيرة لتعرفوا حقيقتهم، لتعرفوا حقيقة مثقفي الغفلة. هلأ راجعوا هدول المثقفين نفسهم، ما بدنا نعد اسمائهم، وانا ما بحب شخص ولا بحب سمي، انا بحب احكي فكره. راجعوا اذا حكيوا عن هذا الموضوع وادانوا الخيانه اللي عملها الهجري فاوكي بكون عندهم بعض المصداقيه، اذا ما حكيوا فاعرفوا انهم شركاء بالخيانه، واعرفوا انهم شركاء بالتزوير اللي عم بيصير للتاريخ. على كل حال انا مليت كثر ما وجهت رسائل لاتباع الهجري، انتم الخسرانين، عم تحرقوا كل مراكبكم، متخيلين انه اسرائيل راح تفيدكم؟ والله ما راح تفيدكم. لو بدها تفيدكم فدت ميليشيا ابو شباب اللي قاتلت معهم بغزه، قاتلت معهم الان، لا بعد موقف اطلاق النار بغزه لا عم يرضوا يجلوهم، لا عم يرضوا يرجعوهم معهم على اسرائيل، وميليشيا ابو شباب محتاره بحالها عم تناشد بحمايه دوليه، ما راح يفيدوكم. حاج حرق مراكب مع السوريين، حاج خلوا خط رجعه واحد، خلوا خط رجعه، انتم الخسرانين، انتم الخسرانين. بالنهار بنطالب بدنا كذا وبدنا كذا وبدنا كذا، وبالليل بدكم انفصال، يعني ما عم تركب، ما عم تركب. كونوا عملاء لكن بذكاء، الله ابتلانا بعملاء واغبياء. تدبر معي، انتم الخسرانين، والله انتم الخسرانين.